وخلصت ماتش اسبانيا وفرنسا، وعلى غير المتوقع، زي ما كنت مش متوقع اصلا، على غير المتوقع اسبانيا تكسب فرنسا 2-0. والصراحة ده شيء ادهشني. المدرب بتاع اسبانيا ادار الجيم ده بمنتهى الحرفية، لعب على الاستحواذ وامتلاك الكورة، زي ما كان جوزي جوميز كان بيعلمنا. اهم حاجة كان بيشرح لفان قبل كده، اهم حاجة البوزيشن اوف ذا بول. فهو كان بيلعب على الاستحواذ وخلق مساحات والحفاظ على امتلاك الكرة والاستغلال المرتدات فيما بعد عشان يهاجم. كان يمين يامال بيقوم بدوره بشكل مميز في الموضوع ده، ورودري كان بيساعد في عملية الاستحواذ السلبي. حتى مثلا كان بيعرف يخلي عملية التحول من الهجوم للدفاع دي سلسة وبسيطة، زي ما كان بيعمل أدواره في السيتي. فده كان شيء روعة. بالإضافة بقى لكده إنه لعيبة فرنسا رغم إن هم أعلى في الفوارق، لو أنت عملت لعيب صنفت لعيب لوحده، فرنسا في الفوارق الفنية أفضل، يمكن حتى لو بفوارق بسيطة، بس هم الأفضل. هم اللي عملوا هجمات على المرمى في الدقائق الأخيرة بعد تراجع لعيبة أسبانيا لسبب ما مش فاهمه. بس برضو فضل الهجمات مش اللي هي على المستوى، يمكن هجمة ولا هجمتين بس اللي وصلت. اسبانيا فضلت هي المستحوذة على الجيم، والمدرب لعب الجيم ده بعبقرية شديدة. يعني عشان فرنسا تظهر بهذا الشكل ده، يبقى المدرب ده يبقى مدرب عبقري، يخليهم كده، ده لازم يبقى ياخد جايزة. خصوصا كمان ان هو كان جريء في اختياراته. مثلا تجيب لي مثلا مهاجم اوزربيجال ده، اللي بيلعب في ريال سوسيداد، اللي هو تامن الدوري، ويلعب في منتخب اسبانيا، ويبقى هداف البطولة، وهو اللي يشوط ضربة الجزاء، وهداف البطولة من اول ما بدأت البطولة. فده يدل على ان المدرب عنده عين كويسة كمان. يمكن عندهم مشكلة مثلا ان الأندية الكبيرة مختارة مهاجمين اجانب، او الأندية التوب مختارة مهاجمين اجانب. يمكن دي المشكلة، مثلا برشلونة او ريال مدريد او اتلتيكو مدريد، وما عندهمش مهاجم اسباني، فاضطر يلجأ للاخر لفرق في وسط الجدول. بس الصراحة كان محظوظ بمهاجم زي ده وعرف يصنع معاه الفارق. عشان كده برضو ده بيوضح لك الفرق لما يبقى في الدوري المحترفين اللعيبة الاجانب ما تسيطرش عليه. والفكرة بدأت توضح اكتر لما ما لاقيش ولا لاعب من ريال مدريد ظهر في منتخب اسبانيا، او يمكن يبقى فيه بس ما لاحظتش. حتى داني كاربخال ما راحش معاهم. كل اللعيبه من برشلونه، فران توريس اللي لسه نازل، يمين يامال، وغيرهم يعني. عشان مش بتابع برشلونه، بس دول اللي انا عارفهم من ماتشات الكلاسيكو، وهو دول اللي عرفت القطهم. بس غير كده بقى انا عايز اقول بقى حاجه، يعني بعيدا عن كده بقى برشلونه، يعني هو برشلونه اللي هو كان بيمر بأزمة مالية، واللي هو ورد لعيبة المنتخب. طبعا في لعيبة تانية جت من الدوري الاسباني، زي اللعيب المهاجم بتاعهم ده من ريال سوسيداد. انا اتفاجئت اول لما عرفت ان هو من ريال سوسيداد. انا كنت عايز اعرف، هو كنت فاكره بيلعب في نادي كبير طلع بيلعب في نادي في الوسط خالص. انا مش بتابع الدوري الاسباني باستمرار، بس هذه الفكرة. انا الا في ماتشات دوري ابطال اوروبا، ومش بركز قوي في اللعيبة، واللعيبة طبعا في منهم كتير اجانب. فانا ممكن مثلا اعرف كوندي اللي كان بيلعب في فرنسا ده، وممكن اعرف مثلا يعني مثلا سي ليفاندوسكي، مش عارف هو لسه بيلعب ولا لا، بس يعني ده اللي اعرفه يعني. يمين يامال ده مشهور نار على العالم. ليفاندوسكي تقريبا لا لسه بيلعب. فانا مش بلم في الدوري الاسباني قوي، بس ده الدوري الانجليزي افهم، اعرف لعيبه كتير. وتاني حاجه بقى النت وجوجل يسهل لك الحكايه. انت ممكن اي لعيب من الدوري ماكول تعرفه، تخش بس على الناشونال تيم ويظهر لك اسم اللعيب على طول. هي دي بقى اللي يستوقفني، ان في لعيبه كتير جم من برشلونه. ماذا نتحدث عن برشلونه؟ ليه بتتحدث عن برشلونه؟ لان برشلونه، وطبعا دول باحترام الانديه الاخرى، لان برشلونه كان نادي بيعاني من ازمه ماليه. وهنا لما بحدثك عن الازمه الماليه، فانا بحدثك عن حاجه مش سهله.
كان بيعاني من افلاس وديون ومشاكل بقى ايه يعني بالصدفه وما يحصل الصدف نفس مشاكل الزمالك الماليه بالبقى. عشان ازود لك الطين بله يعني طبعا مجالس الادارات بتتدخل وبتعمل المشاكل دي، بس برشلونه المشكله المسؤول عنها هو بارتيميو اللي هو الرئيس بتاعهم، هو اللي عمل المشاكل دي من اولها. راح قعد يدخل على حسب بقى القنوات اليوتيوب شرحت بالظبط عمل ايه. قعد يقول لك يعمل تعاقدات وصفقات وحاجات على اساس مثلا قبل الكوفيد هيخش له رعايات بملايين، وكان فعلا برشلونه من اعلى الانديه تحقيق الايرادات عشان كان ساعتها بقى في ميسي وكان بيجي له عقود رعايات، فهو مستقبلا كان شايف كده عمل العقود دي. فجأة بقى بوجود الكوفيد كل حاجه باظت، النادي بقى دخل في سكه انهيار مالي وافلاس مالي. ولكن الدوله ما سكتتش، بالعكس ساعدته ودعمته وقدمت له حلول. منهم محاسن الصدف، ما بنتكلمش ما بنحسدش نفسنا، منهم محل الخصخصه. وحتى المستثمر قال سددوا لي الديون وسددوليش الديون، وطلع حل يعني ما ينفعش. ولكن في الاخر بقى ايه، وصلوا معهم الحل وساعدوهم ودعموهم ماليا وعملوا في الاخر الاستاد كامب نو جديد. تخيل كامب نو جديد، يعني ساعدوهم، ما قالهمش لا انتوا اللي عملتوا في نفسكم كده، يلا غروا في 60 ده، يلا هنروح نجيب وزاره تسحب منكم الارض، يلا مش عارف ايه هنعمل فيكم كوارث. والرئيس بتاعهم ما اتحلش زي بتاعنا، استقال عادي، راح واعلن انا يا جماعه مش قادر، استقال عادي، مش اللي مثبتين لنا في الكرسي. يعني شتان الفارق يا جماعه. بصوا الدوله، انا بتكلم على دور الدوله ان هي عرفت تحافظ على نادي زي برشلونه، بنى ملعب تاني، عرف يجدد الاكاديميه بتاعته تاني اللي هي لاماسيا اللي طلعت لنا واحد زي لامين يامال ولسه هتطلع. وفي الاخر وعمل واعتمدت على اللعيبه الوطنيين، ويمكن كمان المجنسين في اسبانيا بس هم يعتبروا وطنيين واخدين الجنسيه الاسبانيه. خلاص انتهينا، ما نعرفش نتكلم في القصه دي. وفي الاخر افادوا منتخب اسبانيا، وصلوا بيه النهائي لكاس العالم. ده انجاز، يمكن هو بالنسبه لهم مش انجاز لانهم ما خدوش البطوله، ويمكن انا كده بنحسهم مش عايز اقر عليهم. بس شوف بقى لو مثلا اسبانيا راحت عملت زي مصر وقالت للزمالك روح حل مشاكلك بنفسك، روح اعمل مش عارف ايه، روح اجيب قرار للجمعيه العموميه هي اللي توافق على الخصخصه على شركه الكوره، عشان لو الجمعيه العموميه طلعوا اهلاويه او في ناس كذابين سفه راحوا اقنعوهم بالعكس، خلاص ما يبقاش شركه الكوره ونقفل بقى ساعتها. ما راحوش قالوا لهم مثلا تعالوا وزاره الاوقاف هتيجي وتحجز على الارض، او وزاره الاوساخ تيجي وتحجز على الارض النادي. ما راحوش عملوا كده، وقفوا جنبيهم، والنتيجه اهي، منتخب كويس سوي نفسيا. اللي فاكر ان الزمالك مش مهم، اللي من غير الزمالك مفيش كرة في مصر ولا في طعم للدوري. مفيش نادي كان بينافس الاهلي بالدوري بنفس الشراسة بتاعت الزمالك. وهتقول لي بيراميدز ما عندوش جماهير، لو اتعمل عليه قرار ال6 نقط ده عادي تمرر كده في الهوا، ما عندوش جماهير. لكن انا عندي جماهير، والدولة في نفس ذات الوقت عماله تعمل معايا قرار من اول سحب محل مجلس الاداره بتاع 2020 اللي بقينا بنعاني بسببه وعينوا لنا الزفت لبيب، لغايه سحب الارض الغريب، لغايه ارض الاوقاف. نيجي نطلب الدوله، يا دوله اقفي معايا على الاقل، يا دوله ما تخربيش فينا. يعني على الاقل اللي بارتيميو او برشلونه هم اللي عملوا كده، في برشلونه كان بيجي لهم اعلى ايرادات وكان العدل شغال وزي الفل. الدولة ساعدتهم، الدولة وقفت جنبهم، ودي النتيجة. عرفوا يخرجوا لعيبة تروح بمنتخب اسبانيا. هو ده الفكرة. ما قالكش بقى اصل ريال مدريد كرامتنا، رغم ان ريال مدريد هو الاعلى شعبية في اسبانيا. وروح حبيبي شوف الاحصائيات، برشلونة مش النادي رقم 1 في اسبانيا، بره اسبانيا ممكن، لكن في اسبانيا ريال مدريد هو رقم 1. هي ريال مدريد ده بتاع العاصمة، ده اللي هو اصلا كمان مطاطي للنظام ان احنا نبقى دولة اسبانية واحدة. ولو مش عاجبك يعني روح ارجع لحلقات الدحيح، روح شوف المصادر نفسها، انا ما بجيبش كلام من عندي. فاللي يقول لك الزمالك ده مش مهم، يعني ده ايه يعني، ده واحد مش فاهم حاجة. تاني اكررها، 3 اهداف اللي جم
لعيبه اهلي كانوا اكس زمالك. واحد من اللي عمل الاسيستات اللي هو مروان عطيه ده كان لعيب الاهلي، لا كان هيبص له ولا هيعبره لولا ان الزمالك راح وفوضه، وجوسوالدو فريرا هو اللي طلبه من مرتضى منصور. فتاني عشان نفهم البهايم تاني، الزمالك من غيره لو اتقفل مفيش كوره في مصر. زي ما الكوره عندنا قيمتها قلت بنزول الانديه الشعبيه، الزمالك ده بقى قصه تانية. لو نزل هبط اتشطب مفيش كوره في مصر. يا اوساخ يا بتوع الجمعيه العموميه، وافقوا على شركه الكوره 60 للمستثمرين ورجلكم فوق رقبتكم. يا اوساخ يا اللي منكم اهلاويه، وتغوروا في 60 داهيه، والمجلس الخرا ده يغور في 60 داهيه هو كمان، كله الا ان الزمالك يختفي. يلا في 60 داهيه. عرفتوني وعكتتني مزاجي، خليتوني افتكر حاجه انا مش عايز افتكرها. الزمالك اهم حاجه فوق الجميع. خلاص. وقرار شركه الكوره لازم يبقى 60% للمستثمرين، لازم الزمالك يخرج من كبوته، لازم الدوله توفر لنا حلول وتحل الخرا اللي هي عملته لنا. مش تسحب مني ارض اكتوبر ومطالب كمان ادفع 500 مليون. طب انا اشتريتها ب 60 مليون، ليه ادفع فيها واكسب فيها المكسب اللي هو بتاع زمان؟ طب مكسب فيها المكسب بتاع دلوقتي زي ما سعرها زاد، ليه بقى وطالب ادفع 500 مليون؟ ليه الاوقاف تشاركني في الارض بتاعتي اللي هي اصلا 100 عقبه؟ طب ما تروح للاهلي اللي هو ما بيدفعش الفلوس بتاعته بتاعت ارض التتش. محافظه القاهره تروح تعمل كده زي ارض الاوقاف. الشيخ زي منطقه العالمين اللي ما ملوش بينا حاجه، الارض صحراء جرداء ما اتبناش فيها حاجه. مطار الماظه اللي اديهولهم هم ياخدوا الدعم واحنا لا. احنا لينا اهميه. اللي يقول الزمالك ده ملوش اهميه في 60 داهيه انت وناديك. يلا سلام.